السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللي عنده لفة جلاش وحتتين كده بانيه في الفريزر يطلعهم ويعمل بيهم أحلى صينية للغدا. لسه طالعة من الفرن بالشكل ده، طبعا بعد ما غطيتها بالفوطة شوية علشان تطلع طرية. لو انتوا عايزينها مقرمشة ما تغطوهاش بعد ما تطلع من الفرن. تعالى اوريكم الحشوة اللي جوه عاملة ازاي. بصوا بالشكل ده كده، قطعيها. بصوا الحشوة من جوه تحفة، هتعجبكم جدا والله يا جماعة. اللي عنده حتتين بانيه بقى يطلعها كده ويعملها غدوة، وهترمي معاكم لانها صينية بسم الله ما شاء الله. لو عجبتكم الوصفة ادعموني بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبألف هنا وشفا. تعالوا نشوف الطريقة. لو محتارة تعملي اكل ايه، قطعي كام حتة كده من البانيه وحطيهم في صينية لحد ما المية بتاعتهم تتشرب خالص كده. انزلي عليهم ببصلتين وتقلبي تقلبتين 3 بالشكل ده. هتاخد تقلبتين كده مع البصل لحد البصل ما يبدأ سنة بسيطة. ما تحاوليش تخلي البصل يبدأ منك قوي بالشكل ده، وهتنزلي بالملح والفلفل بتاعك بالشكل ده. تعالوا نشوفوا هنعمل ايه بالخلطة دي. بعد ما تطفي عليها هتحط معلقة من الكاتشب ومعلقة من المايونيز ومعلقة من اي جبنة كريمي عندك، وتقلبي الخلطة دي كلها مع بعضها. ممكن تستغني عن كل المكونات دي كلها، بس المكونات دي بتدي طعم حلو قوي مع الفاهيتا. هنا خلاص الخلطة بتاعتي جاهزة عشان احشي بيها الجلاش. طبعا عندي هنا لفة جلاش بالشكل ده. لازم طبعا وانتي بتشتغلي بالجلاش لازم تبقي مغطياه كده علشان ما ينشفش منك. وعندي هنا معلقتين من الزبدة على معلقتين سمنة على حبة زيت. هنبتدي بقى نقفل في الصينية بتاعتنا. نقفل معاكم صينية الجلاش بالشكل ده. نحط في الصينية من تحت شوية كده من الخلطة اللي احنا عملناها، الزبدة والسمنة والزيت. هتعملي معاكي بص اللفة بتاعت الجلاش بالشكل ده. كده نص اللفة بالظبط. تغطي بقى بقية الجلاش بتاعك عشان ما ينشفش لحد ما تخلصي الرصة كلها. نيجي بقى بالخلطة بتاعتنا الحلوة اللي هي الفاهيتا، وننزل بيها كده في النص. خلي دايما الحروف دي معاكي طالعة كده عشان هتقفلي بيها الصينية بتاعتك عشان ما يقعش منها حاجة بره. طبعا عايزة تحطي بقى جبنة موتزاريلا، تحطي زيتون. انا هحط زيتون دلوقتي عشان يدي طعم مع الفراخ المقطعه بالشكل ده اللي هي الفاهيتا، او البانيه المقطع اللي احنا عملناه في البصل وشويه الحاجات الحلوه اللي احنا حاطينها معاه. خلصت هنا الصينيه بالشكل ده وحطيت فيها كمان كام زيتونيه كده مخليه. وبعدين هنبتدي بقى نعمل ايه الرصه التانيه من الجلاش. طبعا هنا قفلنا بالشكل ده علشان الحشوه اللي انت عاملاها ما تطلعش بره. واول واحده تعمليها كده عشان تقفلي على الصينيه بتاعتك بالشكل ده. هكمل بقى بقيه الصينيه بتاعت الجلاش وارجع. هنا خلاص قفلتها بالشكل ده. هقطعها بقى ايه مربعات زي ما انتوا شايفين. خلاص قطعتها كده. اللي عايز يقطعها طبعا سمبوكسات او بطريقه تانية، كل واحد طبعا ايه حسب ذوق. بعدين هنزل هنا بالسمنه على الوش بالشكل ده، وهدخلها الفرن الاول 10 دقايق او 7 دقايق قبل ما احط عليها اللبن بالبيض. هدخلها الاول الفرن. عندي هنا شويه لبن هنحط عليهم
بيضة او بيضتين طبعا حسب الصينية اللي انت عاملاها. حاولي تقلبي البيض بره اللبن الاول عشان تسهلي عليك ان انت لما تحطيه على اللبن يبقى سهل عليك ان انت تضربيه على طول. بعدين تحطي شوية من الفلفل الاسمر وشوية كمان من البيكنج باودر، خميرة الحلويات. هتحطي قد معلقة كده صغيرة بالشكل ده، وتقلبيهم كويس جدا كده. وبعدين تنزلي بيهم على اللبن. بتسهلي على نفسك ان انتي ما تضربيش جامد مع اللبن كده. كده خلاص كلها اندمجت في قلب بعض. هنا عندي طلعت الصينية بالشكل ده من الفرن بعد 10 دقايق بالظبط. هنزل بقى كده باللبن والبيض بالشكل ده، واحاول ان انا اخلي اللبن والبيض يدخلوا في كل مكان في قلب الصينية بتاعتي، وبعدين ارجعها الفرن تاني. كده خلاص الصينية بتاعتي. عايزة بقى تحطي عليها شوية كده من السمسم على الوش. طبعا السمسم كله كالسيوم. للاطفال اللي ما بتاكلش الحاجات اللي فيها كالسيوم او ما بتشربش لبن، كتري السمسم في كل الاكل بتاعهم من غير ما يحسوا. وطبعا حبة البركة حدث ولا حرج. حبة البركة طبعا وصانا بها النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بعدين ارجعها تاني على الفرن. بص شكلها جميل ازاي. لسه طالعه من الفرن حالا. بصوا شكلها جميل ازاي. لو عايزاها تبقى مقرمشه شويه، يعني هي بصوا هي كده عامله ازاي. لو عايزاها مقرمشه سيبيها متعريه، انما لو عايزاها طريه غطيها باي فوطه مده 5 دقايق او 10 دقايق، هتلاقيها طريه وجميله عامله زي الفطير المشلتت او الفطير الشرقي بتاع الفطاطري. بصوا انا غطيتها هنا بفوطه بالشكل ده علشان لو انتوا عايزينها طريه. انا عايزاها طريه شويه مش عايزاها مقرمشه، فهغطيها كده لمده 10 دقايق وبعدين هقطعها معاكم.